تعالوا نعمل أحلى فراخ مدخنة حلوة أوي للسندوتشات أو العزايم. في طبق هنزل بالملح وبعد كده الفلفل الأسمر والجنزبيل والثوم البودر والبصل البودر والزعتر وبهارات الفراخ وبابريكا وكمان دبس الرمان، وعليهم عسل أبيض وكمان عصير نص ليمونة، وهقلب كويس جدا. عندي هنا صدور فراخ وأنا مفتحاهم بالسكينة بالشكل ده عشان التتبيلة تدخل في كل جزء فيها. هسيبها حوالي ساعتين في التتبيلة قبل ما اسويها، وبعد ساعتين في حلة فيها معلقة سمنة هنزل بصدور الفراخ واشوحها من كل ناحية. وهنا انا قسمت صدور الفراخ، هزود دلوقتي مية واغطي عليها لحد ما تشرب المية، وكده خلاص هتكون استوت. كده الفراخ استوت، هسيبها تبرد وبعد كده هدخلها التلاجة حوالي ساعة. بعد ما تبرد هبدأ اقطعها بالشكل ده. طبعا حلوة قوي في العزايم وتحفة جدا للسندوتشات. بجد الوصفة خطيرة ولازم تجربوها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع السلامة.